شلون تبلغت بهذه الحادثة؟ أنا كنت متواجد في الحادثة، أأجر لأولادي البقيات، وقام هذا الشخص وفك السلسلة متعمد، وأطلق على الكلب على الأطفال يبي ينحشهم، وقام بعض ابني. قلت كم عنده كلب؟ عنده تقريبا 5 كيلو. 5 كيلو. يعني مو كلب حراسة؟ لا، كلب نفس اللي يدافع عن نفسه فيه، يدافع عن نفسه مثلا. يعني الكلب ما كان مربوط وفك؟ كان مربوط، ولما الأطفال قاموا يزعجونه وكذا وبالبقيات حوالينا قام بفك السلسلة متعمد، وأطلق الكلب على الولد، ولا بيني وبينه شيء، ولا أعرف حتى اسمه الشخص هذا. أنا شفت الكلب قاعد ينهش فوق الولد، قاعد فوق الولد وقاعد ينهش برجله. أنت على طول رحت له؟ رحت له أركضه، حاولت أسعفه، وهذا لحقته بالمستشفى آخر لحظة. الدمان دخلوه العناية المركزة. مركزة مستشفى الفروانية، نعم، وحولوه بطاقم طبي في إسعاف إلى مستشفى الأمراض السارية في الجهرة. شافوا حالته الأمراض السارية؟ شافوا حالته إن نهش من إحدى الكلاب. من إحدى الكلاب. وراعي الكلب اعترف بذلك، اعترف، ولكن للحد الآن ما جاني ولا خبر من وزارة الداخلية. الجروح أو اللي صابت الولد انصدمت منها؟ الجروح عميقة، الحين أوريك الصور اللي واصلة للعظم، العضة 3 عضات في الرجل، 2 في الفخذ وواحدة تحت في الساق. خيطوها 19 قرزة. 19 قرزة، نعم، والتقرير موجود ورفعتي للدعوة موجود، بس مو عارفين وين يوجهون القضية. شلون كانت حالة الولد يوم انك اسعفته وديته المستشفى الفرعونية حولوه تالي للامراض السارية؟ حولوه بطاقم طبي باسعاف. اي، من الفرعونية الى مستشفى الامراض السارية. ملازم الولد؟ اي نعم ملازم. شلون حالته النفسية؟ حالته النفسية سلمك الله الحين قام يعض اخوانه وهم يصلون، يسوي حركات مو طبيعية. تغير الولد وغيبته عن مدرسته، وحالته النفسية تدمرت. ليه يعض اخوانه؟ قاعد يتغشمر وياهم ولا؟ لا، من ما نعرف الامور هذه. من بعد عضة الكلب قام يسوي نفس حركات الكلاب ويعض اخوانه ويسوي حركات مو طبيعية. وهذا الشخص السيء اللي هد الكلب احتمال يهده ويا اي واحد، اي اسرة كويتية، واحنا نطلب حقنا من وزارة الداخلية بالقبض على هذا. راحوا يقال انه راحوا للمباحث واطلق عليهم كلاب، يعني الشخص متمرس، كل ما جاء أحد هد عليه كلب، هد عليه كلب، يحتمي بالكلاب. كلاب خطرة؟ نعم خطرة، وراسه كبير ولونه أسود، الرجال يخاف منه، فما بالك فوق طفل. والله ولدي ما يبين فوقه. أخوي أنت قلت لي ولدك مرات من النوم يفز؟ إيه نعم، يفز من النوم وحالته النفسية يرثى لها. يبكي وخايف؟ ايه متخرع، عرفت اللي راهبه. حنا الرجال لو يجينا كلب ويعضك تخاف، فما بالك طفل صغير. ابي حقي، انا ما طلبت شيء، يعني احنا نخرج خارج القانون ناخذ حقنا؟ ما تصير، حنا بدولة فيها قانون، نبي حقنا من هالشخص هذا السيء. يعني انت تشوف ان شكواك ما تدري وين راحت؟ نهايتها بعبد الله مبارك، عند تحقيقات عبد الله مبارك، وقفت القضية من المجتمعية إلى مغفر غرب عبد الله مبارك، إلى فهد الأحمد، كل واحد يوديني مكان، لتحقيقات السالمية، مو عارفين وين يودون القضية. مو عارفين وين يودون القضية؟ إيه، إهمال الحيوان، ما أدري إيش سجلوه أصلا. والولد راح من إيدي الأشعاره من 24 واحد، ولا جاني اتصال ولا سويت ولا شيء. من 24 واحد وما تدري شكواك أين ذهبت؟ ما أدري لحد الآن. من الشرطة المجتمعية إلى المخافر إلى التحقيقات، قلت لي كل مكان يقطني على صوب ثاني. قمت أبحث وراء القضية، رحت تحقيقات الفروانية وين وصلت كذا، وصلت إلى مغفر عبد الله مبارك ووقفت. يعني شوف، أنا المواطن اليوم أحد أبناء تعرض إلى نهش من أحد الكلاب، والكلاب هذه تعتبر كلاب مفترسة. رسالته اليوم يقول: رسالتي لأكبر مسؤول بوزارة الداخلية، أنا أبي حق ابني تعرض لأضرار جسدية، تعرض لأضرار نفسية. بعدين ولدي شلون يكون نظامه؟ شلون يكون حياته؟ شلون راح يواجه مصيره؟ شلون يتعامل مع الناس؟ المواطن يبي حقه.